السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده فيديو جديد في سلسلة ازاي نتعلم ديجيتال ماركتنج من الصفر. النهارده هنعرف ازاي نحدد الاهداف بتاعتنا. اول حاجة يا جماعة، قبل ما نشتغل في اي حملة تسويقية لازم نسأل نفسنا سؤال: احنا عايزين نوصل لايه؟ والاهداف اللي بتتحط عشان الخطة كلها تكون مناسبة. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نقيس النجاح خطتك وازاي نحدد انواع الاهداف. تعال نخش في الموضوع. ازاي تحدد هدفك؟ ليه اصلا في البدايه احدد هدف؟ تخيل عندك مثلا محل ملابس وقررت تعمل اعلان اونلاين على الفيسبوك. تمام. الاعلان دوت من غير ما تحدد هدفك هتدفع فلوس كتير، ممكن ما توصلش لنتيجه. يبقى احنا دلوقتي ممكن نخاطب فئه معينه من في المجتمع، مثلا الفئه دي مش بتهتم بالسعر، بتهتم بالكواليتي. ما ينفعش اديهم سعر رخيص هيشوف ان الكواليتي بتاعه مش احسن حاجه، اديله سعر مناسب. او مثلا ممكن هخاطب فئه من المجتمع مش مهتمه بالكواليتي جدا، بس مهتمه ان السعر يكون رخيص يكون مناسب ليها. تعال نشوف هي انواع الاهداف. أنواع الأهداف: أهداف قصيرة المدى short terms. الأهداف دي يعني إيه؟ يعني حاجة لازم تعملها بسرعة، زي تزود زيارات موقعك خلال شهر. عايز أجيب 1000 زيارة جديدة خلال 30 يوم. أهداف طويلة المدى دي أهداف بتكون كبيرة شوية، يعني حاجة كبيرة تاخد وقت، زي تزود أرباحك السنة دي 50%، يعني مثلا أحقق ضعف المبيعات عن السنة اللي فاتت. تعال نشوف بعد كده. أهداف ناعمة: الأهداف دي يعني حاجات مش بالأرقام، زي تحسين صورة البراند عند الناس أو تخليهم يحبوك أكتر. مثلا الناس تكتب كومنت إيجابي عن خدمتك. مثلا أنت بتخش تشوف أي ويب سايت، بتلاقي آخر ويب سايت أو في الأول أنت بتشوف ناس خدت المنتج وبتقول الإيه الرأي بتاعها، هل المنتج ده كويس، المنتج ده فيه أي مشاكل. وغالبا كل المنتجات بتكون محطوطة الرأي الإيجابي بس. تعال نشوف بعد كده. أهداف صلبة: حاجات بالأرقام، زي مثلا عايز أزود المبيعات 20% في الشهر دوت. تعال نشوف بعد كده. أهداف صورة البراند وجذب العملاء. صورة البراند يعني الناس شايفينك ازاي؟ شايفينك موثوق فيك، مشهور، ولا لسه محدش واخد باله منك؟ يعني مثلا انا عايز اعمل ايه عشان اكون اي واحدة من الثلاثة دول؟ عايز ازود الكلام الايجابي عن البراند بتاعي على السوشيال ميديا بنسبة 15% في خلال 6 شهور. ابدا اتواصل مع العملاء اللي خدوا المنتج بتاعي او الخدمة بتاعتي، بخليهم يكتبوا ايه تعليقات ايجابية على مثلا على اي بوست، او مثلا هجمعها انا في بوست واحد. أهداف جذب العملا: دي بقى أهدافك إنك تجيب عملا جديدة، يعني تجيب ناس تشتري منك لأول مرة. مثال: عاوز أجيب 500 عميل جديد من خلال حملة إيميل ماركتينج في أول 3 شهور. هو اختار إن هو هيعمل إيميل ماركتينج، أنت مش لازم تختار نفس الفكرة، أنت ممكن تعمل الفكرة كلها بأي حاجة. ممكن تعمل إعلان، ممكن تعمل تسويق بالمحتوى، ممكن تعمل محتوى بيخدم البراند بتاعك، بيتكلم عن مثلا مميزات في المنتج بتاعك، او مش لازم المنتج بتاعك، في المجمل العام. يعني مثلا انت بتعمل براند رياضه او احذيه رياضيه، ممكن تنزل اي فيديو عن الرياضه عامه. إيه هي السمارت جولز؟ عشان تحدد هدفك لازم يكون تتبع الفريم ورك سمارت. أول حاجة لازم يكون محدد. أقول عايز أبيع 10 منتجات الشهر ده، بدل ما أقول عايز مبيعات أكتر. أنا ببيع منتج فأنا بزودته من 10 منتجات. مثلا ال10 منتجات كلهم، محدش المنتجات كلها ال10 أكيد مش هينجحوا. بس أنا لما ينجح معايا منتج أو اتنين زيادة، فأنا كده بقى عندي 3 منتجات ناجحين. فالتلات المنتجات الناجحين دول زودوا المبيعات بتاعتي في الشهر. قابل للقياس: أحقق 10,000 زيارة للموقع خلال 3 شهور، أخلي الناس تخش على الويب سايت زيادة عندي بالطريقة اللي أنا هاستخدمها في الوقت دوّة وهتناسب الجمهور. تالت حاجة قابل للتحقيق: ما ينفعش تقول هاجيب مليون متابع في أسبوع، دي حاجة مستحيلة. فأنت لازمًا تختار الهدف اللي هو واقعي، ما يكونش هدف مستحيل. مرتبط بالbusiness بتاعك، زي ما قُلنا إحنا مثلًا الهدف لازمًا يخدم الbusiness. يعني أنا باعمل صفحة مثلًا بتتكلم عن الرياضة، ما ينفعش أبدأ أحط حاجات تانية مختلفة، اهتمامات تانية مختلفة للناس، حتى لو جابت مشاهدات. أنا كده باخدم الbusiness بتاعي. أنا في الأول وفي الآخر باعمل المحتوى دوّة عشان في الآخر يخدم المنتج اللي أنا بابيعه أو الخدمة اللي أنا باقدمها. محدد بوقت: لازمًا أقول أنا هاحقق الهدف ده في خلال 30 يوم، في خلال شهر، في خلال شهرين. لازمًا يكون ليه وقت محدد أقدر أحقق فيه الهدف بتاعي. تعال نشوف يعني إزاي نقيس نجاح KPIs، وإحنا شرحنا الKPIs دي بكل التفاصيل في الفيديوز اللي فاتت. أنت لازم تعرف بتقيس إيه عشان تعرف تشوف أنت ماشي صح والّا لأ. الحاجات دي اسمها إيه بقى؟ مؤشرات الأداء الKPI. مثلًا لو هدفك تزود العملا، بتتابع عدد العملاء الجداد كل أسبوع. طب لو هدفك تزود المبيعات، بتتابع الإيرادات كل شهر، هل أنا بعت أكتر والّا لأ؟ تمام. مثال الKPIs مثلًا: لو هدفك تجيب 500 عميل جديد، تتابع كل واحد سجل عندك كل اسبوع. لو هدفك تزود التفاعل، هتتابع اللايكات والشير والكومنتس. تعال نشوف بعد كده اهداف واقعيه. امثله واقعيه: ندى السوشيال ميديا، واحنا شرحنا ايه وظائف السوشيال ميديا بكافه التفاصيل. عايز تزود التفاعل 20% في خلال شهرين، يبقى الكي بي ايز بتاعها هي عدد اللايكس والكومنتس. سيليا ايميل ماركتنج: عايز تزود فتح الايميل 10% في 3 شهور، يبقى الكوبيز بتاعها ايه معدل الفتح للرساله اللي هي بتبعتها. يونس متجر اونلاين:
عايز يزود المبيعات 25% في 6 شهور، يبقى الKPIs بتاعته إيه؟ عدد الطلبات كل شهر. بكده يبقى خلصنا الفيديو، واللي اتعلمناه النهارده إن الأهداف هي أساس أي استراتيجية ناجحة، لازم تكون محددة وقابلة للقياس وتعرف تتابعها. في الفيديو الجاي هنتكلم ليه إن الاستراتيجية مهمة جدًا، وإزاي نبدأ نحط الخطة صح، تمام؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وحابب أفكرك إن إحنا شرحنا كل تفاصيل الديجيتال ماركتينج في 3 فيديوهات قبل كده، لو حابب تستفيد أكتر ممكن ترجع لهم وتشوفهم، أنا هاسيب لكم اللينك في الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.